مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول فيديو لعملية نقل جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد قتله على أيدي ضباط المخابرات السعودية في القنصلية السعودية بالرياض. أدي أول شيء هنا الطائرة التي وصلت، طبعا هم طائرتين وصلتها من شركة خاصة. التاريخ هنا هم الطائرتين. جمال خاشقجي تم اغتياله أو قتله كما سنوضح في الفيديو يوم 2 أكتوبر 2018، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر. تم قتله تقريبا الساعة 3 ظهرا، الساعة 3 ظهرا. طيب فريق الاغتيال وصل في طائرتين من السعودية، شركة خاصة سعودية، وصلوا جواز سفر دولار. هذه هي الايه الطائرة. وصلوا في أي ساعة؟ وصلوا الساعة 3:26 فجرا في مطار اسطنبول، يعني وصلوا قبل الاغتيال ب10 ساعات. وفيه طائرة أخرى وصلت قبل هذه الطائرة الساعة 1 فجرا. وهنا طبعا بيقولوا ان تقريبا 9 أشخاص نزلوا من هذه الطائرة، والساعة 3:28 في المطار. نستمر. ادي الطائرة ايضا مقطع اخر للطائرة السعودية في مطار اسطنبول الدولي اللي هو اسمه مطار اتاتورك. وبعدين خرجت منهم السيارات الدبلوماسية، 3 سيارات دبلوماسية. 3 اشخاص اهوت نزلوا من الطائرة الساعة 3:35، يعني خدوا تقريبا 5 دقائق. دي السيارات الدبلوماسية بتغادر المطار اسطنبول. هنا ده تقريبا الخروج من المطار اهو، متصور الضباط. ايوه ده الخروج من المطار، 9 اشخاص وخرجوا الساعة 3 الفجر 37 دقيقة من بوابة المطار اهو اهو اهو. ادي 9 اشخاص لو عدناهم يعني. طيب لما نكمل خلصوا الاجراءات هنا اهوت المطار اهوت، الاشخاص اهوت بيخرجوا. وده كان الساعة 4، ده تقريبا في الفندق. وصلوا الفندق الساعة 4:30 فجرا، 4:29 فجرا قبل الاغتيال ب9 ساعات. وهنا هو توصل ان هم وصلوا للحجز بتاع الفندق. ادي الموظفين قاعدين قدام الكمبيوترات ومعاهم الشنط بتاعتهم، 9 اشخاص وصلوا الفندق الساعة 5:05 فجرا. فندق اسمه موفنبيك اوتيل، فندق موفنبيك. طيب وبعدين ادي هم طالعين في الاسانسير، متصورين في الاسانسير في المصعد بتاع الاسانسير. وادي تقريبا ده الطبيب اللي قتل، يعني هنقتله. وبعدين 6 اشخاص اهوت بيتحركوا الساعة 9 الصبح، 9 صباحا و40 دقيقة و9:55 صباحا قبل الجريمة ب4 ساعات. ادي هم بيخرجوا من فندق موفنبيك وخرجوا. بعضهم خرجوا، 6 اشخاص خرجوا اهو. ادي ادي كمان 2 خرجوا، وادي الباقي 6 اشخاص، يعني واضح. طيب هنا بيقول ده الطائرة الاخرى كانت وصلت كما قلنا الساعة 1. هنا 7 اشخاص، 7 اشخاص وصلوا يوم 1 أكتوبر 2018 قبل القتل بيوم كامل. وصلوا يعني فيه وصل في ناس وصلت يوم 1 أكتوبر 2018، وناس وصلت يوم 2 أكتوبر ليوم الجريمة. طيب هو كاتب حاجات بالتركي ده مش. وراحوا فندق ويندم جراند هوتيل، وده خروجهم من فندق ويندم. يعني في مجموعة سكنت في موفنبيك ومجموعة سكنت في ويندم جراند هوتيل. طيب هنا السيارة بتاعتهم اللي ماشية هي 7 أشخاص، ده يوم 1/10 هم رزينها يوم 2/10 من فندق جراند هوتيل. يعني هم معناها انه كانوا مرتبين لما اعطوا لجمال خاشقجي تعالى يوم الثلاث 2 أكتوبر عشان يقتلوه، كانوا بعتوا فريق قبلها وفريق بعدها. هنا يوم 2 أكتوبر الساعة 10 صباحا و50 دقيقة اهوت شخص واحد اهو خارج من الفندق. من ده احد ضباط المخابرات السعوديه. لا ركز بقى، الحته دي خطيره جدا، لان هنا هنشوف بقى ادي خلي بالك من السياره دي. واضح ان هم وصلوا مقر القنصليه قبل وصول جمال خاشقجي. هنشوف صور جمال خاشقجي حالا. ده يوم 2 أكتوبر 2018 الساعه كام؟ 12 و12 دقيقه، و12 ظهرا و12 دقيقه.
يعني كانوا قاعدين منتظرين. ادي السياره بتاعتهم بتركن اهي، وفي بص في دي سياره ودي سياره ودي سيارتين دبلوماسيين كبار اهوت فان وواقفين. ايوه ادي كمان اهو الطاقم الاغتيال وصل. ادي السيارات اللي فيها طاقم الاغتيال، السيارات اللي هتقتل جمال خاشقجي وصلت قبل منه. ادي اول سياره وصل فيها القتله، ادي السياره الثانيه وصل فيها القتله، وممكن دي تركن او تطلع، وقاموا بحركات طبعا كتير. لحظه، في سياره اهي كمان قادمه اهي وفتحوا لها، دي اللي تضم فريق الاغتيال. طيب هنا ادي السياره، ادي الحارس، وجمال خاشقجي هيظهر حالا اهو. ادي جمال خاشقجي، ادي جمال خاشقجي هيدخل الساعه كام؟ الساعه 13 و14 دقيقه. الاتراك ما بيستخدموا توقيت ال 24 ساعه. الساعه 13 و14 دقيقه اللي هي الساعه 1 و14 دقيقه اهيت. وفي هذا التوقيت معناها انه فريق الاغتيال سبق جمال خاشقجي وانتظروه بالداخل، دخل قتلوه. القتل هيستغرق ساعه و54 دقيقه. ادي جمال خاشقجي هيدخل، ادي جمال اه، ادي الحارس يعني بينحني له. وطبعا هم المخابرات السعوديه او القنصليه السعوديه في اسطنبول في هذا اليوم اعطت الحراسه التركيه اجازه. الكاميرا اللي مصوره دي كاميرا الشرطه التركيه في كشك الامن المقابل لباب القنصليه. ادي جمال خاشقجي بيخش. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بعد ساعه، وادي يعني ساعه بالتركي يعني ساعه، و54 دقيقه بالتركي برضه دقيقه سونرا يعني بعد ساعه 54 دقيقه. دي المده اللي قتل فيها جمال خاشقجي، ساعه 54 دقيقه. بدات الفريق الاغتيال اهو يخرج بالسيارات، قتلوه، قطعوه، نشروه بقى ولا عملوا فيه اللي عملوه، قطعوا جثمانه. وهنا بقى احدى هذه السيارات تحمل جثمان جمال خاشقجي او اجزاء، ممكن يكونوا موزعين جثته على اكثر من مكان. وهنتضح لنا من العرض انه ممكن يكون في ان جمال خاشقجي توزعت جثمانه على سيارتين. سنرى الان. هنا بقول ان السياره الدبلوماسيه رقم كذا طلعت من المكان بتاعها الساعه كام؟ 3 و8 دقائق. يعني جمال خاشقجي قتل قبل الساعه كام؟ ادهوت 3 الساعه 15 يعني الساعه 3 و8 دقائق بداوا خرجوا بجثمان جمال خاشقجي. ايوه ادي السياره. لاحظ السياره دي هتدخل فين؟ هتدخل في هذا الاتجاه. شوف بقى عمليه التمويه ابو الفقاقه بتاع المخابرات السعوديه. طيب ادي السياره الاولى، ادي السياره الثانيه اللي هي قيل فيها ان فيها حقائب، وهذه ربما هي التي كانت تنتظر جمال خاشقجي قبل دخوله. ادي السياره دي خرجت في نفس الدقيقه بالظبط معاها، هي الساعه 3 و8 دقائق خرجت. دي يحتمل ان يكون فيها نصف جثمان جمال خاشقجي محطوط في داخل السياره. السياره فميه طبعا سوداء معتمه لا يرى ما بداخلها، سياره دبلوماسيه. ادي السياره الثالثه. لاحظوا راحت فين كده؟ السياره راحت كده اهي اهي اهي. ادي السياره الاولانيه دخلت كده، السياره دي دخلت كده اهي، مش الطوال. طيب وبعدين هتروح فين بقى السياره الكبيره دي؟ هتروح منزل القنصل السعودي على بعد 250 اهو. ادي دي القنصليه السعوديه اهي اتحركت من المنزل من القنصليه السعوديه الى موقع منزل السفير السعودي. هننتقل لمنزل السفير السعودي ونشوف ايه اللي هيحصل هناك. هتوصل سيارتين لمنزل السفير السعودي. ادي سياره وصلت منزل السفير السعودي. وصلت كام يا جماعه؟ الساعه 3 و7 دقائق، يعني توقيت متقارب جدا يعني. اهي ادي سياره وصلت، وتقريبا هي نفس الارقام يعني ان لم تكن الذاكره، وهينزل منها اشخاص. في سياره تانية هتظهر اهي. لحظه نشوف السياره التانية اهي. السياره التانية بتعديها وبتركن قدامها، وبعدين هينزل منها اشخاص اهو. نزل اشخاص الساعه 3 و8 دقائق اهوت. دخل الاشخاص منزل السفير السعودي. هل مثلا دخلوا استحموا؟ هنشوف الوقت اهو. وخرج من وبعدين السياره اتحركت، ما نزلوش منها شنط ولا اي شيء. ممكن يكون نزلوا في مكان اخر، هنشوف طبعا لان الكاميرات رصدت ادي السياره الثانيه. وطبعا عد الوقت هنا 11 دقيقه وهم وصلوا 8 يبقى لهم 3 دقائق. السياره قاعد في منزل السفير السعودي
3 دقائق السيارتين. السيارة هتغادر وخدوا بعضهم دخلت كده. ايوه دخلت فين؟ دخلت جوه منزل السفير السعودي. فهل جثمان جمال خاشقجي موجود داخل منزل القنصل السعودي، عفوا القنصل السعودي من السفارة السعودية في أنقرة، العاصمة التركية أنقرة. ادي العربية المرسيدس الأودي يا ربي. طيب هنيجي بقى الساعة 5:32 دقيقة. الساعة 5:32 دقيقة يعني بعد الاغتيال ب احنا قلنا اتقتل الساعة 3 تقريبا، فيعني تقريبا هو دخل 1:32. فبقى يعني هتظهر هنا خطيبته خديجة بقى. ادي خديجة هي خطيبته اهي، جمال خاشقجي نشناليسي، يعني تقريبا خديجة اهي، خديجة. ان الاتراك عندهم بعد ما قلبوا الحروف اللاتينية بقت الخاء ه هديجة، والدال قلبوها لتاء في الحروف اللاتينية اللي عملها الترك هتيجة. ادي واقفة الساعة كام؟ الساعة 5:33 دقيقة. الست هنشوف طبعا قلقانة جدا، الله يكون في عونها. هشوفوا بتروح وبتيجي واقفة اهي خديجة اهي بتظهر اهي واقفة بتراقب او بتشوف جمال خاشقجي، بتشوف بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي. طبعا قلقانة مش عارفة تعمل ايه. اهي شوف اهي خديجة هتيجي من الشارع هتمشي، وبعدين هتعمل ايه خديجة؟ هترجع تاني ترجع. ليه؟ لان هي مش عارفة تعمل ايه اصلا. طيب هنا عملية المغادرة من الفندق. غادروا الفندق. طبعا احنا عندنا اللي افرج من الشرطة التركية ادي هم فريقين. في فريق غادر مطار اتاتورك الساعة 4 عصرا، يعني قاتل جمال خاشقجي وانطلق فورا الى القاهرة عند نظام السيسي. وفي فريق مشي وقت متأخر الساعة 10 بالليل تقريبا. دي الساعة 7:57 دقيقة، 19 يعني 7:57 دقيقة، ودول هيغادروا الفندق. هيمشوا من الايه؟ عملوا خروج من الفندق رغم ان هم كانوا حاجزين 4 ايام اهو، ويخرجوا 2 اهو. يعني قتلوا، ودي هم ماشيين على الطريق اهوت دي 6 اشخاص، ودي السيارة بتاعتهم. يوم 2 اكتوبر يوم القتل، الساعة 45 دقيقة في المطار. عفوا أوزلجيت يعني رحلة خاصة أو كذا تقريبا. هم مشوا الساعة 5 والفريق غادر للقاهرة. دي الطيارة اللي ذهبت إلى الإيه؟ إلى القاهرة. في الوقت ده الأخت خديجة خطيب جمال خاشقجي واقفة فين؟ واقفة هناك. طيب أهي آدي الطيارة بتقلع من المطار وعليها المجرمين القتلة الساعة 9 مساء. احنا قلنا طبعا هم في إيه؟ في 21 يعني الساعة 9 مساء. دي الطيارة دي ذهبت إلى دبي. يعني في طيارتين. طيارة دي الطيارة اللي مشيت الساعة 45 دقيقة اتجهت إلى القاهرة، والتانية دي الطيارة اللي مشيت الساعة 9 واتجهت إلى دبي. دي الطائرة الأخرى. طبعا الطائرة اللي اتجهت إلى القاهرة راحت بعدها بيوم وعملت إيه؟ راحت بعدها إلى الرياض. طيب نشوف بقى القتلة وعلاقتهم محمد بن سلمان، لأنها نالت فضائح أكثر. هذه صور القتلة لكن سنأتي لها بالتفصيل. عندنا هنا أدي أيوة شوف ركز بقى، ده أحد القتلة اسمه محمد سعد الزهراني. دي ركز أهو، محمد سعد الزهراني ده واحد من فريق الاغتيال أهو. محمد سعد الزهراني الحرس الملكي السعودي، وواقف جنبه محمد بن سلمان أهو، بيحرس محمد بن سلمان أهوت. أدي محمد بن سلمان، وهنلاحظ ان في ايده الطبانجة اهي، يعني بحيث ان الراجل لو عمل حاجة على طول يطلع الطبانجة ويقتل الايه؟ ويقتل الراجل ده. شيخ قبيلة يمني، وسنأتي لهذه المناسبة ونركز في الصورة دي. ادي القاتل الاول من حرس محمد بن سلمان. طيب نأتي لصورة اخرى لان هنكتشف فيها. ركز في الصورة دي نفسه اهو، ادي القاتل برضو اللي فريق الاغتيال جه في اسطنبول، وادي محمد بن سلمان. يعني محمد بن سلمان بعت الحارس بتاعه يقتل. ومين هنا؟ ركز في الراجل ده اسمه ايه؟ زعار الحربي اللي واقف ورا ده اهو، هيظهر في صورة اخرى. ده من ايضا من الفريق القتلة الذي جاء. ادي اهوت محمد سعد الزهراني الضابط في الحرس الملكي السعودي، وادي الاثنين دول ذهبا وايه وقتلا مع ال15 اخرين. ده اسمه نايف مشعل البستاني او مشعل سعد البستاني. ده طيار، وده طيار، وده من فريق القتل، وده هذا الذي قاد الطائرة. هنلاحظ انه
في الفريق الاغتيال فيه طيارين أو 3 طيارين طبعا جايين ضمن الطائرات اللي هم ادي مشعل اهو، ومشعل هذا طيار في القوات السعودية الجوية السعودية، وهو أصلا درس في أمريكا. ادي مشعل وصور مشعل في رحلاته، وهنا هو راكب الطيارة بتاعته في صور من بره اهي. الطيارة دي تقريبا بقى هو نشر صورة خمور عنده حسابه على الفيسبوك. ادي الطيارة بتاع مشعل، ادي مشعل. طيب ده اسمه محمد المدني. محمد المدني هذا ده مدير مدني اصلا، مدير حكومي خدمات حكومية. فاعتقد وفقا لوظيفته انه ذهب كي دوره يحجز لهم، ياتي لهم بالطعام بالاكل بالمسائل اللوجستية لانه غير عسكري. طيب هذا نايف حسن العريفي القوات الجوية السعودية، يعني هذا من ضمن القتلة. ده طيار يرجح ان هو الذي قاد احدى الطائرتين اللتان ذهبتا الى هناك. طيب هذا هو ذعار الحارس الشخصي لمحمد بن سلمان، وهذا اسمه وليد عبد الله الشاهري. ده رائد في القوات الجوية، وهذا ايضا يعني يرجح ان هو الذي ذهب بالطيارة. طيب هنجد صور أخرى. هنا نجد صورة الضابط محمد أبا الحسين. ده ضابط في الدفاع المدني، وده بقى يعني رايح يطفي الحرائق، يعني لو حصل حاجة يروح يطفيها. أهو هو اللي واقف هنا اهوت، وأهو أدي محمد أبا الحسين اللي هو القتل، ومع المقدم منصور أبا حسين اهوت، إلى جانب المقدم المترقي ده المترقي خدونا، وده العقيد أحمد بيه ده رئيسهم يعني، لكن هنا اهوت، وده منشور في 2014. ده الدكتور صلاح الطبيقي، ده طبيب في الأدلة الجنائية السعودية وفي الطب الشرعي، مدير جمعية الطب الشرعي السعودية. وطبعا واضح ان هذا الشخص مهمته كطبيب انه يزيل اي اثار للجريمة، الدماء كده، مهمته يذيب الجثة، يضع محاليل عليها تذيب العظم واللحم وكل شيء، ويخفي اثار وبصمات الجريمة. وبالتالي نستطيع أن نقول إن الجريمة كان مشترك فيها ناس طيارين نقلوا، كان فيهم لوجستي، فيهم باعتين كأن هم رايحين حريقة مثلا، لو المكان فيه حريقة نعمل إيه، لو المكان فيه طبيب وفيه ما إلى ذلك. في النهاية هذا يثبت أن محمد بن سلمان كلف حراسه الشخصيين، ده اللي اتضح طبعا، أن هو يذهبوا ويقتلوا جمال خشوشي. لما نشاهد طبعا نجد ان ذعار الحربي الحارس بتاع محمد بن سلمان هذا تم ترقيته من قبل، لانه كان حارس على قصر السلام بجدة، وتم تكريمه لانه صد الهجوم المسلح عليه. طبعا مشاهدينا سنتابع معكم اي تطورات اخرى، انتظرونا الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.